السلام عليكم غزالات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد التجربه بالوصفه اللي دايره طوندونس حاليا في المغرب. كيف شفتها صراحه عجباتني وقلت هذه هي الوصفه اللي غتهنينا من الدليك ديال الشباكيه. نط جربتها تماما، درت نفس المقادير اللي عطاتنا ونفس الطريقه، ونشوفوا مع بعضياتنا في هذا الفيديو كيفاش غادي تجينا الشباكيه سائله. تبعوا معايا الفيديو للاخير وندوزوا المقادير. هنايا في المقادير غادي نحتاج 5 ديال الكيسان ديال العنبه، 4 عامرين، والخامس فيه كاس الا ربع تنكمل الكاس بما زهر. غادي نضيف 3 ديال الكيسان ديال العنبه طبعا ديال الدقيق اللي مغربل، وغنضيف عليهم معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، معلقه صغيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال السنجلان، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم ومليحه، ومعلقه كبيره ديال الخل، وعندي معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، وغنضيف ربع كاس ديال زيت العود. غادي نخلطو مزيان. من بعد غادي نضيف 2 كيسان اللي بقاو ليا نتاع الدقيق. كيف ما شفتوا القوام ديالها راه تيجي خاطر بحال ديال البغرير. هنايا ضفت القرفه، نسيتها ضفتها في الاخر. هنا العجينه كيف ما شفتوا جاتني غليظه وتتقطع، وهي في الفيديو قالت خص العجينه تكون رقيقه، لهذا ضفت عليها واحد 4 كاس ديال الماء باش خففت الخليط عندي، لانه حتى في المقله ما كانش تيمشي مزيان. هنا من بعد ما خففتها كيف ما شفتوا ها هي جات مزيانه نفس القياس اللي قالت، يعني رقيقه ما غليظاش. وبالنسبه للعافيه راه درتها على نار مهيله. بالنسبه للقوام ديالها كيفاش جاتني من بعد ما طفت الماء، درتها ثقيله واحد شويه على ديال الكريم. ها هي هنا السمك ديالها تيجي رقيق. غادي نكمل كميه العجينه اللي عندي كامله، وطبعا وانا تنطيب راه تنحطها فوق واحد المنديل وتنغطيها بالطرف الاخر ديال المنديل باش تبقى عندي رطبه. وهذا هو الشكل ديالها كيف ما شفتوا. الورقات راه تيجيوني رقاق. غادي ندوز نقطعها بالجرار. هنايا درت في الاول غير وحده، جربت فيها جات مزيانه، تقطعات هي هذيك. بالنسبه للعجين اللي غنلصقوا به الشباكيه ديالنا يكون على هذا القوام هذا ثقيل شويه. غادي نشدوك الشرائط، غادي نلصقهم مع بعضهم، وغادي ناخذ واحد الكرتونه اللي خديت بها العبار. هنايا درت 10 سنتيم خديت بها العبار وقطعت بالجراره. المهم غزالات اللي وصلت حتى لهاد المرحله من الفيديو تشرفني انها تابونا عندي، وما تنساش اللايك وجي الجرس باش يوصلها كل جديد. هنايا تندير شريط فوق شريط وتلصق بالدقيق. انا تنوضع 5 ديال الاشرطه كيف ما شفتوا في الفيديو، راه كلشي موضح. صراحه الشكل ديالها جا زوين. الخدمه ديالها شويه جاتني شويه ثقيله بالنسبه لي. انايا تنخدم شباكيه كثيره، جاتني انني نخرج شباكيه بالوراقه ونضرب بالشراره شويه سريعه. هنا بالنسبه للبنات اللي بيديروا غير كميه قليله مزيانه هاد الطريقه هذه ديال الشرائط تلصقيهم. هنا صوبت غير كميه وبقى عندي العشين، غادي ندوز نقليها كيف ما قالت لينا السيده. درت غير القياس ديال الزيت، ما درتش الزيت كثيره. قلبت فيها الشباكيه ديالي، زيتها طفيتها في العسل كيف ما قالت السيده، تيجيو فيها دوك الفقاعات مزيانين. ها هما كيف ما شفتوا. بالنسبه للقوام ديالها جات قاصحه. هي السيده فعلا قالت في الفيديو انها تجي قاصحه، قاصحه شويه، ما تجيش رطبه بحال الشباكيه، تجي بحال شكل بوشنيخه. شخصيا ما عجبتنيش، ضيعت لي غير وقتي. سيده قالت غادي دوز في 5 دقائق، صدقات دايزه و5 سوايع تقريبا وانا واقفه تنقطع ونصاوب. شخصيا ما عجبتني. راه ما يمكنش تاكلها الا كليتيها غتهرسي سنانك. ما عملياش وما سريعاش. واللي فايت ليها شايفه الفيديو تاع السيده وجربتها تحط لينا في كومونتير كيفاش جاتها.